الانترناشونال بريك او التوقف الدولي اكتر حاجه بيكرهها اي مشجع كره قدم حول العالم. لك ان تتخيل ان بعد ما كان بيبقى عندك السبت والحد دوري الانجليزي والاثنين دوريات مختلفه من كل انحاء العالم والثلاث والاربع دوري ابطال اوروبا والخميس الدوري الاوروبي، تقعد اسبوعين مفيش اي ماتشات ومفيش الا ماتشات المنتخبات الوديه او اللي بتبقى محسومه اصلا. طب انا واللي زيي نعمل ايه في يوم زي النهارده اللي هو يوم الثلاث ده مثلا؟ تخيل ان يوم كامل 24 ساعه مفيش فيه ماتش واحد يوحد ربنا، ولا حتى ماتش في الدرجه السابعه في الدوري الهندي. واحد طول اليوم قاعد قدام التلفزيون مفيش استوديو تحليل واحد شغال حتى. اهو فتره زي دي مخليني طول اليوم قاعد بسال احنا عايشين ليه؟ فبما اننا عندنا توقف دولي ومطول معانا شويه، لا في دوريات ولا في فانزي ولا في اي حاجه، فقررنا ناخد لفه في دوريات اوروبا كده. وطبعا ما ينفعش نبدا باي حاجه الا لما نتكلم عن سيدهم واعظمهم الدوري الانجليزي الممتاز، البريمير ليج، اعظم واقوى دوري في العالم. لكن انت تتخيل ان مع كل ده لسه في ناس لحد النهارده بتشكك في مكانه وعظمه الدوري الانجليزي. مع احترامي لجميع دوريات اوروبا، الدوري الانجليزي لا يقارن. عمرك ما هتجيب متعه ولا حماس لاي دوري في العالم زي متعه وحماس الدوري الانجليزي، الدوري اللي بيتحسم في اخر دقيقه مع صفاره الحكم. ده طبعا باستثناء الموسم اللي فات واللي جوارديولا عمله يعني وال100 نقطه اللي خدوا. لكن لو جيت تبص على معظم دوريات العالم هتلاقيها محسومه قبل ما تبدا. عمرك ما تجيب دوري فيه منافسه زي الدوري الانجليزي الممتاز. يعني عندك مثلا ان كلنا عارفين ان باريس سان جيرمان هو بطل الدوري الفرنسي من قبل ما يبدا، وبرضه كلنا عارفين ان يوفنتوس هو بطل الدوري الايطالي من قبل ما يبدا. ومش هنتناقش مع بعض كمشجع لاي نادي في العالم ان احنا نقول ان برشلونه بطل الدوري الاسباني من قبل ما يبدا، ورغم المستوى السيء اللي بيمر بيه. لكن اي واحد بيشجع كوره في العالم عارف ان بايرن ميونخ هو بطل الدوري الالماني من قبل ما يبدا. لكن اتحدى اي حد في العالم كان عارف بطل الدوري الانجليزي من قبل ما يبدا، بدليل ان احنا النهارده خلصنا 31 جوله والفرق نقطه واحده بس من المتصدر والوصيف. فبصراحه دوري كده ملوش كتالوج. فقررنا ان احنا ناخد لفه كده في الدوري الانجليزي. ولو عجبتكم الحلقه سيب رايك تحت في الكومنتات واعمل لايك للفيديو عشان الحلقه الجايه نتكلم على دوريين تانيين في حلقه واحده، ونحاول ننوع في الحلقات كده. واكيد الفتره الجايه هنتكلم عن المحليات اكتر لان كده كده في توقف دولي. وطبعا مش هننسى ماتش القمه اللي هيبقى اول ماتش للاهلي في الدوري اتكلم عليه من اول ما بدات على اليوتيوب. فيلا بينا نبدا ونشوف البريمير ليج في ايه الموسم ده لحد دلوقتي. قبل ما نبدا خلينا متفقين ان انا لسه عند رايي ولسه عند وعدي ان السيتي هو بطل الدوري الانجليزي الممتاز، مش لان لسه في ماتش فرق بينه لو كسبه هيبقى هو المتصدر بفرق نقطه عن ليفربول، لا انا بقول كده من الجوله 19. ايوه بالظبط، لما السيتي خسر من كريستال بالاس والفرق بقى بينه وبين ليفربول الاول 7 نقط، وطلعت قلت انا لسه عند رايي السيتي هو بطل الدوري. بس خد دي من عندي، الدوري السنه دي للسيتي ايا كان، سايب الحته دي وارجع لاخر الموسم. وحتى الان بعد ما الفرق بقى نقطتين بس مع ماتش زياده ليفربول، انا شايف برضه ان جوارديولا هو بطل الدوري الموسم ده. فيلا بينا نشوف السته الكبار في انجلترا عملوا ايه في الجوله اللي فاتت وفي ماتشات الكاس وفي اوروبا ووضعهم الحالي في الدوري. لو بدأنا مع المتصدر اللي هو ليفربول هنلاقيه في المركز الاول ب 76 نقطه وبفرق نقطتين عن مانشستر سيتي، مع الاسف الاعتبار طبعا ان ليفربول لعب ماتش زياده عن السيتي، بمعنى ان ليفربول متصدر مؤقتا، لان لو السيتي كسب الماتش بتاعه هيبقى هو المتصدر بفرق نقطه واحده عن ليفربول الثاني. مفيش شك ان ده احلى اداء لليفربول في الدوري على الاقل من 4 سنين، صلاده دفاعيه وشراسه هجوميه وكل حاجه بيعملوها. وصيف النسخه اللي فاتت من دوري ابطال اوروبا قدر انه يفوز على فولهام بره ملعبه 2-1 بشق الانف، برغم انه كان ماتش سهل قوي، لكن ليفربول هو اللي صعبه على نفسه. لو جيت تبص على مستوى الفرقتين هتلاقي ان فولهام اصلا ما تعتبرش فرقه قصاد ليفربول ببساطه، لان فولهام فرقه بتنافس على الهبوط من اول ما صعدت البريمير ليج اساسا، واللي تعتبر ثاني اضعف خط دفاع في الدوري بعد هيدرسفيلد. ففرقه ما عندهاش اي حاجه تقدمها من اول الموسم، لكن كان ده المتوقع. ببساطه هتلاقي الخمس فرق اللي تحت اللي بينافسوا على الهبوط كلهم ما عندهمش حاجه يخسروها، فبيلعبوا حلو قوي في اواخر الماتشات، سواء كانوا بيلعبوا بقى فرق كبيره او فرق صغيره. لكن من وجهه نظري ان ليفربول الماتش اللي فات هو اللي صعبه على نفسه ببساطه، لان ليفربول كان ماسك كوره وفولهام ما كانش موجود اصلا، وفعلا راح كتير وهاجم كتير لكن ما قدرش يخلص، او بمعنى اصح الفعاليه الهجوميه كانت غايبه عن ليفربول في ماتش فولهام. لكن الكلام ده طبعا ما ينطبقش على ساديو ماني، واحد من افضل لعيبه ليفربول الموسم الحالي ومن افضل لعيبه البريمير ليج كمان، واللي من بدايه 2019 وتحديدا في ال3 شهور اللي فاتوا بدا يقدم مستوى كويس جدا، وهو اكتر واحد مسجل اهداف في الدوري ب9 اهداف مناصفه مع اجويرو، وهو ثالث اكتر لاعب سدد على المرمى في الدوري الانجليزي في 2019 بعد اجويرو وديني. فبصراحه بيقدم مستوى كويس جدا. بالنسبه بقى للناس اللي كانت بتقول ان ماني ما بيبصيش لصلاح، اخباركم ايه دلوقتي؟ ماني في الفتره الحاليه في التوب فورم، بدليل ان كل الصحف العالميه بتتكلم ان زيدان عايز ماني فعلا في ريال مدريد. هل ماني فعلا ممكن هو يكون بديل كريستيانو في ريال مدريد؟ بعد الكلام عن مبابي ونيمار وهازارد وحتى هاري كين المهاجم، كل الصحف العالميه في الفتره اللي فاتت بعد ما زيدان جه كلها اتجهت انها تتكلم على ماني، وان زيدان عايزه مطلوب في الفريق الملكي. فهل فعلا ممكن على الموسم الجاي نشوف ماني في الملكي؟ عن نفسي اتمنى. ببساطه لحد دلوقتي في الموسم ده ماني هو افضل واحد في الثلث الهجومي في ليفربول، وواحد من افضل لعيبه ليفربول، ومن افضل لعيبه الدوري الانجليزي كمان، بدليل انه جه من بعيد جدا بعد ما كان خارج المنافسه على سباق الهدافين بقى هو الثاني دلوقتي، بالمناسبه طبعا مع محمد صلاح وهاري كين واوباميانج، وبفرق جون واحد عن سيرجيو الكون اجويرو. ماني لحد دلوقتي قدر انه يسجل 17 جول ويعمل 9 اسيست، لكن ما كانش ده العجيب ان هو الوحيد من ضمن هدافين الدوري اللي ال 17 جول بتاعه ما فيهمش ضربه جزاء واحده، على عكس اجويرو وهاري كين وصلاح اللي سددوا ضربات جزاء كتيره جدا. فبالتالي لما يكون عندك لاعب بالشخصيه دي وبالفورمه دي وبعقليه اللاعب ده وبيسجل الاجوال دي كلها من غير ولا ضربه جزاء، فعادي جدا ان نعرف ان نشوفه في ريال مدريد. الجزء الثاني بقى هو محمد صلاح. من بدايه الموسم والكيرف بتاع محمد صلاح مش ثابت، حبه في الطالع وحبه في النازل، فبدا بدايه موسم سيئه جدا في اول 4 ماتشات، وبعدين بدا يفوق ويشتغل وبقى واحد من هدافين الدوري، ولكن في اخر 5 ماتشات ما قدرش انه يسجل ولا جول، ومشاركته الوحيده كان باسيست واحد في ماتش بيرنلي اللي خسر بقى ليفربول. فلك ان تتخيل ان 4 اهداف في بيرنلي و5 في واتفورد ما شاركش فيهم محمد صلاح غير باسيست واحد بس، مصيبه بكل المقاييس. صلاح طلع من زون المنافسه على هداف الدوري مع اجويرو ومع هاري كين ومع اوبامينج، وبقى بينافس ماني اللي معاه في الفريق اصلا، بمعنى اصح ان الجوله الجايه لو ماني سجل وصلاح ما سجلش فماني هيبقى هداف الدوري
مع اجويرو وصلاح مش هيبقى موجود اصلا. صلاح اتحط في كميه ضغط غير طبيعيه الفتره اللي فاتت، وكان متوقع جدا التصريحات اللي اتقالت في مؤتمر بنك اسكندريه. الغريبه ان صلاح قال كلام ممكن يكون معظمه صح بس ما كانش ينفع يتقال قدام الناس، او بمعنى صح قدام الاعلام. يعني ما ينفعش تقول انا وصلت الانجاز ما فيش لاعب مصري ولا عربي ولا افريقي يقدر يحققه، لانك فعلا لسه ما حققتش حاجه لحد النهارده. سجلك كله ما فيهوش غير الدوري الانجليزي اللي خدته مع تشيلسي من على الدكه، على عكس واحد زي رياض محرز مثلا اللي شارك في معجزه ليستر التاريخيه. رياض محرز اللي قبل ما يحقق الدوري كان من موسمين بس يلعب في درجه ثانيه، على عكسك انت مثلا من موسمين كنت وصيف الدوري الايطالي مع روما. ما ينفعش تقول انك وصلت لمكان ما وصلهاش لاعب افريقي وجورج وايا محقق الكره الذهبيه سنه 95. ايوه عارفين انك كنت من ضمن المرشحين للبالون دور وجائزه ذا بيست وجائزه افضل لاعب في اوروبا، لكن ما حالفكش الحظ. ما ينفعش تقول ان افضل لاعب افريقي وصامويل ايتو محقق ثلاثيه مع ناديين مختلفين وهو اللاعب الوحيد في التاريخ اللي قدر يعمل كده. ما ينفعش تقول كده وفي واحد زي دروجبا حقق كل حاجه مع تشيلسي. العجيب في الامر ان صلاح في نفس المؤتمر قال انه مش بيهتم بالسوشيال ميديا خالص، ومع ذلك بعد المؤتمر طلع كتب تويته فيما معناها انه مستغرب الهجوم الشديد عليه. طب انت عرفت الهجوم الشديد منين وانت مش تابع السوشيال ميديا يا ابو مكه؟ بس شوف بقى فخر العرب، انا رايي تسيبك من الكلام ده كله وترجع صلاح بتاعنا، لان في فاصل كبير قوي بين الغرور والثقه، ولو انت عديت الفاصل ده فبنسبه كبيره عمرك في الملاعب مش هيكون كبير. فلو انت ناوي تعدي الفاصل ده فالحق كلم المقاولين العرب عشان ترجع تعتذر عندهم. اتنين تانيين عايز اتكلم عليهم من ماتش ليفربول وفولهام هم الهولنديين فيرجيل فان دايك وبابل. الاثنين صرحوا تصريحات غريبه جدا. بابل قبل ماتش ليفربول طلع بتصريح قال فيه ان انا عارف نقطه ضعف فيرجيل فان دايك وهستغلها في الماتش وهجيب جول، وفعلا ده اللي حصل وبابل قدر يسجل فعلا. والعجيب في الامر ان بعد الماتش فان دايك اتكلم عن الموضوع ده وقال لك ان انا اللي عملت كده عشان ادي الثقه لزميلي بابل في المنتخب. ايوه يعني انا اصدق مين فيكم دلوقتي؟ ان جيت للحقيقه الصراحه فكلام الاثنين مش مقنع، لانك لو جيت تبص على خطا فان دايك فهتلاقيه خطا عادي جدا اي مدافع في العالم ممكن يعمله، مش نقطه ضعف ولا حاجه. فبالتالي تصريح بابل مش مقنع قوي، واعتقد برضه ان مفيش لاعب في الدنيا ممكن يضحي بمكانته مع الفريق بتاعه عشان لاعب معاه في المنتخب. فبرضه كلام فان دايك مش مقنع. فانتوا في المعسكر في التوقف الدولي بتتفقوا مع بعض وطلعوا لنا بتصريح واحد. معلش، ليفربول لحد دلوقتي على الورق بينافس على بطولتين، اولهم دوري ابطال اوروبا اللي طريقه سالك جدا فيها لانه هيقابل بورتو في ربع النهائي، وتانيهم الدوري الانجليزي اللي هو فعلا متصدره حاليا. فهل ليفربول قادر انه ينافس على بطولتين؟ من وجهه نظري الشخصيه شايف انه مش منافس على الاثنين، وفي النهايه هيكون السيتي هو بطل الدوري وبطل دوري الابطال هو لا خليها في حلقه لوحدها. على الورق ماتشات ليفربول الجايه كويسه، فبغض النظر عن ماتشين تشيلسي وتوتنهام فهتلاقي عنده بعدها ساوثهامبتون وهدرسفيلد وكارديف ونيوكاسل وولفز. اعتقد مش صعب على كلوب انه يرجع ب 15 نقطه من الماتشات دي، ولو كلوب قدر يعمل حاجه في ماتشين تشيلسي وتوتنهام مع اي تعثر للسيتي فممكن نشوف ليفربول في حته ثانيه. طولنا قوي في ليفربول. نخش على وصيف الدوري مؤقتا. كتيبه بيب جوارديولا، نادي الفلوس، مانشستر سيتي. السيتي هو وصيف الدوري مؤقتا ب 74 نقطه فرق نقطتين عن ليفربول، وطبعا السيتي ما لعبتش الجوله دي عشان عندها دبل جيم ويك عشان كان عندها ماتش في الكاس واللي كان قدام سوانزي سيتي وهنتكلم عليه في الاخر. من وجهه نظري الشخصيه مانشستر سيتي هو المرشح الاول للقب وواحد من ابرز المرشحين لدوري ابطال اوروبا الموسم ده. فرقه جباره بكل المقاييس، لعيبه اساسيه بتطحن في اللي قدامها ولاعيبه احتياطي بتنزل تاكل النجيله، سكواد كامل متكامل يرقصه بيب جوارديولا، ماشيين يدوسوا على وش اي حد معدي سواء في الدوري او في دوري الابطال. واخر دحاهم كان شالكه اللي كسبوهم مجموعه الماتشين 10-2. علم مفتريه. ماتشات السيتي اللي فاضله في الدوري ارخم شويه، بالاضافه كمان ان عنده دبل جيم ويك وهيلاعب توتنهام 3 مرات، لان عنده طبعا مواجهتين في دوري الابطال. هتوحشنا ابو كتين والله. لو جيت تبص على الفرق الثقيله هتلاقي مش عنده غير توتنهام بس، ومش صعب على جوارديولا خالص انه يكسبهم في الدوري، لكن غير كده هتلاقي عنده برايتون وليستر وبيرنلي وكريستال بالاس وفولهام وكارديف. واعتقد مش صعب على بيب جوارديولا انه ياخد كل النقط منهم، برغم ان ليستر سيتي وكريستال بالاس فرقتين من اللي كسبوا جوارديولا الموسم ده، ومنهم كريستال بالاس اللي كسبت في الاتحاد. فهل ممكن نشوف مفاجاه منهم تاني ويعطلوا جوارديولا عشان كلوب يركب الدوري؟ بصراحه ما اعتقدش. لو هنتكلم على ماتش سوانزي فما ينفعش نعديه من غير ما نتكلم على سيرجيو الكون اجويرو. الراجل ده ما شاء الله عليه مستواه ثابت من يوم ما جه مانشستر سيتي وهو بيقدم نفس المستوى. فبعد ما سوانزي سيتي كان كسبان 2-0 جوارديولا بتكتيكاته وبتغييراته نزل الكون اجويرو والماتش اتقلب تماما. شارك بثلاث اهداف من خلال اسيست وجولين وصعد بفريقه النص النهائي قدام برايتون، واكيد طريقه سالك قوي في انه يوصل للنهائي. فهل ممكن نشوف من جوارديولا ثلاثيه زي 2009 مع برشلونه او حتى ثلاثيه الموسم ده؟ من وجهه نظري شايف انه اكبر مرشح للثلاث القاب. ننزل بقى شويه عند ثالث الدوري وهم الفراخ السبيرز، بوكيتينيو ورجالته. سؤال واحد لبوكيتينيو بس معلش، هو انت ازاي تقول في المؤتمر الصحفي ان برشلونه هو المرشح الاول للفوز باللقب؟ انت مش واخد بالك انك بتنافس معاهم في نفس البطوله وانك فعلا في ربع النهائي؟ لا وجوارديولا ما يعديهالوش برضه، راح طالع في المؤتمر بتاعه ويقول لك ان السيتي مش بتنافس على اللقب وان الفرقه دي قدامها 5 سنين على ما تعرف تنافس في دوري الابطال. ايه يا جدعان انتوا بتتعازموا على بعض ليه كده؟ بوكيتينيو بصراحه الموسم ده عامل اعلى اداء، فاكتفى باللعيبه اللي معاه وما عملش ولا صفقه واحده بس، ومع ذلك هو بينافس في دوري ابطال اوروبا وفي الدوري كمان. طبعا مش بينافس على الدوري لكن بينافس على المراكز المؤهله لدوري ابطال اوروبا التوب 4 يعني. لكن بصراحه بوكيتينيو في الاخر بدا يخرب، فخسر من ساوثهامبتون وبيرنلي وتشيلسي وتعادل مع ارسنال، او بمعنى صح ارسنال ضيعت 3 نقط لما اوبامينج ضيع ضربه جزاء في الدقيقه الاخيره. توتنهام ودع كاس الاتحاد وبيحتل الترتيب الثالث في الدوري وعنده السيتي في دوري ابطال اوروبا. يعني موسم الصفر بطولات منور بصراحه. مش بس كده، لا كمان الفرق بينها وبين ارسنال بقى نقطه واحده بس. يعني ممكن نشوف ارسنال بيتخلى عن مركزه المفضل وطلع المركز الثالث الموسم ده كمان، لان مع اي تعثر لتوتنهام وفوز اوناي ايمري هيركب هو المركز الثالث. فالمنافسه على المركزين الثالث والرابع بقت شرسه جدا من الاربع فرق اللي تحت. بوكيتينيو قال في بدايه الموسم انه مش منافس على الدوري ولا على الكاس ولا على دوري الابطال، وان هدفه الاول ان هو يفضل في التوب 4، واللي من وجهه نظري شايف انه يقدر يعملها جدا الموسم ده. استمر على اللي انت فيه وما تبصش لورا. على الجانب الثاني من لندن هنلاقي بيحتل المركز الرابع المدفعجيه ارسنال، 1% فرصه 99% ايمان، ملوك الريمونتادا. بغض النظر ان الريمونتادا كانت على استاد رين اللي هو 10 الدوري الفرنسي في الدوري الاوروبي، بس مش مشكله هنحسبها لكم ريمونتادا وخلاص. ارسنال مستقر في مركزه المفضل وهو الرابع، وزي ما قلنا مع اول تعثر لتوتنهام وفوز لاوناي ايمري هيركب هو المركز الثالث. ومش عارف ليه شايف ده من السيناريو الاقرب للحدوث، لان بصراحه مستوى ارسنال اللي بيقدمه مع ايمري عالي قوي. فزي ما قلنا لسه عامل ريمونتادا على استاد رين وكسبان مانشستر يونايتد على ارضه، فما تفكروش تروحوا الامارات الفتره الجايه، انا بعرفكم الداخل مفقود والخارج ميت. المشكله بقى في الدوري الاوروبي ان هم
هم وقعوا مع نابولي، ونابولي اللي ماسكها هو كارلو انشيلوتي. ما فهمتش انشيلوتي اللي كان بيدرب بايرن قبل كده. بايرن 5-1 في الذهاب، 5-1 في العوده، 10-2 مجموع لقاءين، سانشيز وهو بيضحك. المهم ان ارسنال هتتبسطوا معانا قوي يعني في الدوري الاوروبي. لا وخد بالك ان نابولي الموسم ده عامله اعلى اداء. لو تفتكر هي خارجه من مجموعه الموت اللي كان فيها باريس سان جيرمان وليفربول، وكانت جايبه نفس نقط ليفربول لكن خرجت بفرق الاهداف. واخر ماتش ليها مع اليوفي في الدوري كانت مرخمه عليه جدا. فانا شايف يا امر انك تركز في الدوري عشان تلحق مقعد مؤهل لدوري الابطال، لان الدوري الاوروبي بيروح منه. اما في المركز الخامس فيركض الفريق الاقرب لقلبي في انجلترا، مانشستر يونايتد. يوم الجمعه بعد الصلاه جماهير مانشستر يونايتد قامت على خبر مش لطيف خالص، انهم وقعوا مع برشلونه في ربع النهائي. وانا مش محتاج اقول لك ميسي حالته عامله ازاي دلوقتي. والله راح جاي يجيب اجوان هاتريك وفاولات وضربات جزاء وجوال بالهيد وجوان فيرست تايم واي حاجه انت عايزها، وانتوا دفاعكم ما شاء الله مش هكلمكم عنه يعني. بقى سولشاير بصراحه انت مدرب عظيم، بس جيت في الوقت الغلط. لو كنت جيت من اول الموسم كنا ممكن نلم الموضوع يعني. زي ما قلنا المركز الثالث والرابع عليهم صراع ممتع جدا من رباع انجلترا اللي تحت، اللي هم فرق لندن زي توتنهام وتشيلسي وارسنال، ومعاهم طبعا مانشستر يونايتد كبير انجلترا. طبعا اليونايتد اجل لها ماتش في الجوله 31 وبعدها دبل جيم ويك في الجوله 32 ولعبت مع وولفز في الكاس. وولفز بصراحه الفرقه المحترمه جدا، خدت نقط من كل الكبار، من السيتي ويونايتد وارسنال وتشيلسي وتوتنهام، حتى ليفربول اللي ما قدرتش تاخد منها حاجه في الدوري خرجتها من الكاس. الفرقه بصراحه عدت الاحترام بكتير قوي. مانشستر خسرت 2-1 في الكاس على ايد وولفز، وكان بصراحه ماتش سيء قوي لسولشاير. يكفي ان اقول لك ان طوال ال 90 دقيقه مانشستر ما سددش غير كورتين بس على الجول، والكورتين كانوا من راشفورد. ولكن بصراحه ده بيثبت الفعاليه الهجوميه لراشفورد جدا، لانه قدر يشوط مرتين سجل منهم جول. وسجل وولفز طبعا راؤول خيمينيز وديجو جوتا. وهنا بقى لازم اقف شويه. راؤول خيمينيز ايه يا عم العظمه دي؟ الناس اللي ما تعرفش اصلا خيمينيز جاي اعاره من بنفيكا البرتغالي مع حقيه الشراء في اخر الموسم، فالراجل ده هيكمل معانا الموسم الجاي يا اما هيمشي يرجع بنفيكا تاني. لكن اعتقد بنسبه كبيره ان خيمينيز لو فضل في الدوري الانجليزي فهيروح فرقه من الكبار، ولو ما رجعش بنفيكا وراح فرقه بره فهيروح فرقه من الكبار برضه، لان مهاجم زي ده فيه المميزات دي والسن ده حرام يقعد في فرقه زي ولفرهامبتون مع احترامي ليها. مهاجم متكامل ما ينقصوش اي حاجه، سريع ومراوغ وبيعرف يخلص قدام المرمى، حتى اجواله متنوعه جدا، منهم اللي برجليه ومنهم اللي بدماغه. فبصراحه مهاجم اي فريق يتمناه. فاخيرا بتمنى اليونايتد انها تفنش في التوب فور الموسم ده عشان تلعب في دوري الابطال، لان برشلونه مش هتسكت، ولو حصل وعدته برشلونه فمش هتكملوا بعد كده. يلا بقى. واخيرا وليس باخرا في المركز السادس تشيلسي، عرة لندن اتعلموا من توتنهام وارسنال. تشيلسي في المركز السادس ب 57 نقطه وفرق 4 نقط عن الثالث اللي هو توتنهام. فعلى الورق هي مش بعيده بصراحه، لكن قبل ما نتكلم عن تشيلسي من وجهه نظري الشخصيه ان ساري مش هيفنش في التوب فور الموسم ده، فحاول بقى سيبك من الدوري وتركز في الدوري الاوروبي وتاخده الموسم ده لو عايز تلعب في دوري الابطال الموسم الجاي. تشيلسي الموسم ده بتقدم اداء سيء جدا، والمشكله بقى ان هم الموسم الجاي واللي بعده مش هيقدروا يعملوا تعاقدات لانهم اتوقفوا، فبالتالي هو ده السكواد اللي هتكمل بيه. تشيلسي الجوله دي لعبت قدام ايفرتون وخسرت 2-0 عن طريق سيجريسون وريتشارلسون. ريتشارلسون فاكرينه بتاع الفانسي ده اللي كنا بنشتريه وبيجيب نقط، رجع وسجل جول اهو، الحمد لله على السلامه. ماتش بصراحه كان ابرز نجمين فيه هم حراس المرمى بيكفورد وكيبا، الاثنين عملوا سيفز كتير جدا، فما تستغربش لما تلاقي كيبا اللي دخل فيه جولين خد 11 نقطه وبيكفورد اللي عمل كلين شيت خد 9 نقط بس. كيبا لو ما كانش موجود كان زمان تشيلسي شايله كتير قوي، لا ده كان ليه حق ما يطلعش من الملعب بقى. لو جينا نتكلم عن بيكفورد فهنلاقيه كان مقدم مستوى كويس جدا الماتش ده، شال انفرادين في بدايه الماتش حولوا الدفه تماما من ناحيه تشيلسي لناحيه ايفرتون، لان الكورتين دول لو كانوا اتسجلوا كان بنسبه كبيره تشيلسي ركب الماتش. وطبعا قرر نفس الكلام ده مع صلاح من 3 جولات. الغريب بقى ان بيكفورد كان بيلعب برجله حلو جدا الماتش ده، انا كنت فاكر ان مفيش حد بيلعب برجله في الدوري غير ايدرسون بس، لا بصراحه بيكفورد بيلعب برجله كويس جدا، ده احنا ممكن الفتره الجايه نستنى منه اسيستات كمان. اما بقى الشوط الثاني لبيكفورد فكان عظيم جدا من ناحيه التمركز والثبات والتعامل مع الهجمات المرتده وحتى التعامل مع اخطاء المدافعين زمايله. على الجانب الثاني بقى في اسوأ لاعب في تشيلسي كان هو ديفيد لويز. مش هقدر اقول لك طبعا ان ده اسوأ ماتش لديفيد لويز لانه بصراحه قدم ماتشات كتير سيئه جدا الموسم ده، فممكن نصنف الماتش ده من ضمن اسوأ ماتشات ديفيد لويز الموسم ده. ديفيد لويز مرهق جدا وتايه جدا في الملعب وما قدرش يوقف ولا هجمه واحده لايفرتون. الهزيمه السابعه لتشيلسي والعشره ليه في الموسم بشكل عام بتهدد مكان ديفيد لويز جدا، فاعتقد بنسبه كبيره ان ده اخر موسم ليه. وبكده نكون خلصنا على البريمير ليج. واخيرا ما تنساش لو انت مش عامل اشتراك في القناه تنزل تعمل سبسكرايب من تحت او من هنا، ولو ما شفتش الحلقه اللي فاتت هتلاقيها هنا، ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك للفيديو وقول الحلقه الجايه عايزنا نتكلم عن انهي دوري او عايزنا نتكلم عن ايه بشكل عام. ما احنا فاضيين بقى، عندنا توقف دوري وما وراناش حاجه، ولحد ما نشوف بعض الحلقه الجايه. سلام عليكم.